عشان نعمل قائمة متابعة يبقى فيها الأسهم اللي انت مهتم بيها، أول ما بتفتح الابليكيشن بتدوس على قائمة المتابعة تحت كده على الشمال، وبتروح فوق تدوس على قائمة متابعة جديدة، بتختار اسم القائمة وبعدها بتدوس على حفظ. وعشان نحط الأسهم اللي احنا عايزينها بنضغط علامة البحث ونكتب اسم السهم اللي احنا عايزينه أو الرمز بتاعه، بنختار السهم وبيتضاف معانا في قائمة المتابعة الخاصة بينا. وعشان نشيل أي سهم من الأسهم بندوس على علامة الحذف وبنحدد السهم وبنشيله. وعشان نرجع السهم اللي شلناه تاني بنعمل نفس الخطوات اللي عملناها واحنا بنزود السهم. وعشان نشيل قائمة المتابعة بندوس على علامة الإعدادات ونختار تنظيم قائمة المتابعة ونحدد قائمة المتابعة وبندوس على حذف.